شفت في حياتي بركة وسعادة وخير وراحة بال بفضل سورة البقرة، فأنصحكم المواظبة عليها، ففيها تحقيق الأماني كلها. في الفيديو ده هنتكلم عن معجزات سورة البقرة، وهحكي لكم قصص حقيقية حصلت مع ناس بالفعل بعد المواظبة على قراءة سورة البقرة، وبفضل الله ربنا حقق لهم المعجزات في حياتهم. طول ما كنت بقرأها كنت بحس ان مفيش مشكلة هتقف قدامي، كل حاجة بتتحل وتتيسر، واقدر اعدي اليوم واخلص كل الحاجات اللي شايف نفسي ما اقدرش اعملها، بس علشان الساعة الا ربع اللي كنت بقرأها فيها. السكينة وراحة البال الحقيقية اللي حقيقي مش بتلاقيها غير في قراءة القرآن. احساس المعية انك دايما مع ربنا في كل خطوة وكل نفس، ده لوحده بالدنيا. ربنا يعيني واقدر تاني اخلصها في يوم، لان يومي مقلوب ومش بقدر اركز في القرآن زي الاول. ربنا يقوينا. بص، انا مش عارف ابدأ منين. انا طول الفترة اللي كنت مواظبة عليها لو تصدق ما قلتش من وجع، مع ان عندي حصوات في المرارة ووجعها بتحس ان روحك بتطلع حرفيا. اقول لك طاقة وبركة في يومك مش طبيعية. انت عاوز تخلصها وتقرأ ورد كمان وتقول الاذكار، ومع كل حرف بتحس ان روحك بتتروي. زود كمان انك حرفيا بتحس انك متحصن من الذنوب. يعني لو جيت تعمل ذنب معين بتستحي وانت لسه قاريها، تقول لا ما ينفعش، وتقاوم نفسك. وخصوصا الغيبة والنميمة بتعيب في لسانك قوي، وبتحس بهالة ايمانية مع المواظبة عليها جميلة قوي. زود عليها ان اي حاجة ليك خير فيها بتيجي لحد عندك، واي دعوة ربنا بيسرها لك. حاجات حلوة قوي بتحصل لنا لما بنواظب عليها. واحدة بتقول كنت مواظبة على سورة البقرة وكانت سبب في حاجات كتير تحصل ليا، ولما كنت بقرأها بنية حاجة معينة كانت الامور تتيسر وتحصل، او ربنا يعوضني باللي فيه الخير ليا، وكانت سبب في قربي من ربنا والسعادة اللي فيها والراحة النفسية. علشان حافظاها فكانت سهل عليا ان اواظب عليها باستمرار. جه عليا فترة لمدة شهر تقريبا واظبت عليها، لدرجة ان كان بيجي عليا ايام اقرأها مرتين او 3 في الشهر ده. التزمت وقربت من ربنا، وكان كل لما حد يشوفني يقول لي هو انت ليه بتحلو كده؟ وكنت فعلا في الفترة دي كل يوم يعدي عليا احلى من اللي قبله. سورة البقرة كنز وفيها راحة نفسية وسعادة وبركة، فنصيحة واظبوا عليها. واحدة بتحكي في برنامج اسأل مع دعاء، وبتقول كنت انا وزوجي في مشاكل على طول، وكنت بحلم احلام صعبة ونفسيتي كانت وحشة جدا. فبعدها واظبت على سورة البقرة وفضلت مستمر عليها لحد 10 ايام، وجيت في يوم قرأتها 3 مرات ورا بعض ونمت، وبعد الفجر حلمت ان راسي تعباني، ففتحت راسي وبطلع منها عروسة شكلها صعب جدا ورميتها. شفت طائر متعور وشكله صعب، وقمت من النوم حسيت براحة نفسية وحياتي اتغيرت للأحسن، ومواظبة عليها وحاسة ببركة في حياتي وراحة نفسية. وطول ما أنا مواظبة عليها مش شايفة أي مشاكل في حياتي. فسورة البقرة كنز واظبوا عليها. واحدة تاني بتقول ابتليت بالسحر وشفيت منه بفضل الله، ثم بفضل سورة البقرة حسيت براحة نفسية وقوة في البدن ونشاط وهمة عالية وبركة في مالي، رغم ان الدخل قليل جدا. فسبحان الله يا بركة في كل شيء في حياتي. واحدة تاني بتقول انفصلت من 11 سنة وكان عندي 4 أبناء وكنت وحيدة بعد الانفصال. قرأت عن فضل سورة البقرة وبدأت أواظب عليها يوميا، وفي خلال 6 شهور تقدم لي شاب في قمة الاحترام والتدين، وكان أصغر مني ب8 سنين وتزوجته. شفت في حياتي بركة وسعادة وخير وراحة بال بفضل سورة البقرة، فأنصحكم المواظبة عليها، ففيها تحقيق الأماني كلها. واحدة تاني بتقول اتخطبت مرتين وانفصلت من غير أي سبب، بعدها واظبت على قراءة سورة البقرة، وفي ليلة شفت رؤية وقلتها لحد وفسرها إن عندي سحر. استمريت عليها وبفضل الله شفيت من السحر وحياتي اتغيرت تماما، وشفت في حياتي بركة وراحة نفسية غير طبيعية. نصيحة حافظوا عليها. واحدة تاني بتقول كان في واحدة كانت ساكنة جنبي ومتجوزة من 14 سنة ولم ترزق بالذرية لحد الآن، وصرفت كتير جدا عند الدكاترة ونفسيتها تعبت، ثم ألهمها الله بالمواظبة على قيام الليل وسورة البقرة. في خلال شهر
حملت ورزقت بالذرية وحاليا معاها 5 أطفال. واحدة تانية بتقول بفضل الله ثم بفضل سورة البقرة استمريت على قراءة سورة البقرة يوميا، وبعد 8 شهور رزقت بولد بعد زواج دام ل10 سنوات. سورة البقرة فعلا بركة واصبوا عليها. واحدة وجوزها كانوا مسحورين لمدة 7 سنين واصبوا على قراءة سورة البقرة فترة، وفي ليلة نامت وحلمت بمكان السحر ده، قالت لجوزها عليه وفعلا راح شاف السحر والحمد لله اتفك عنهم بفضل الله ثم بفضل سورة البقرة. واحدة تاني بتقول فضلت مواظبة على سورة البقرة فترة حوالي 7 شهور وحملت بعدها رغم اني متجوزة من 14 سنة ولم ارزق بالذرية. بعدها شفت راحة نفسية في حياتي وتحقيق لكل الامنيات وبركة في حياتي وسعادة ورزق، فاللهم لك الحمد. واحدة بتقول قرأت على ابنتي سورة البقرة عندما أصيبت بالسرطان والحمد لله شفيت منه تماما، وسبحان الله بحس راحة غير طبيعية وتيسير في كل الأمور، وبقيت مواظبة على جميع الصلوات في وقتها وبقيت أحس بخشوع فيها فواظبوا عليها. هتخلي حياتكم بركة. كنت بعاني من صداع لفترة طويلة جدا من غير سبب، من شدة الصداع كان بيجي علي أوقات ما أقدرش أفتح عيني، وكل لما أروح لدكتور يقول مفيش حاجة، وبقيت أخد مسكنات كتيرة لدرجة إن المسكنات تعبت الكلى عندي. بعدها قرأت عن فضل سورة البقرة وظبط عليها يوميا. بعد 3 شهور شفيت تماما من التعب وبفضل الله مواظبة عليها لحد النهاردة وبقالي 4 سنين، فاللهم لك الحمد. سورة البقرة بركة. فتعالوا نشجع بعض ونقرر من اللحظة دي نرجع نواظب عليها تاني ونعافر ونستعين بالله وندعي في كل صلاة اننا نقدر ونلتزم بقراءتها يوميا، واللي هيبدأ معانا يعلق ويقول على بركة الله بهدف التشجيع والتحميس.